صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. النهاردة تالت فيديو من فيديوهات نسرينولوجي، وكان موضوع الأسبوع ده كان عن ثقافة الاختلاف وازاي نختلف من غير ما نخسر بعض، من غير ما نكون قايمين من النقاش ده متضايقين ومنفعلين جدا على بعض. عايزة اقول وجهة نظري في الموضوع ده. ان احنا اوريدي بطبيعة الحال ربنا خلقنا اصلا مختلفين، مختلفين في اللون، الوان بشرة كتير، مختلفين في طبيعة اجسامنا، في اللي مليان واللي رفيع، طريقة تفكيرنا، طريقة حتى الطبخ، طريقة لبسنا، ذوقنا في اللبس وفي الاكل، وذوقنا في كل حاجة مختلف، في راجل وفي ست. اللغة نفسها بتختلف، ممكن نبقى كلنا في مصر بس كل محافظة عندها لهجة بتاعتها. فطبيعة الحال احنا مختلفين، ورغم كده عايشين مع بعض، فلان ده الطبيعي ان احنا نبقى في اختلاف بس عارفين نعيش مع بعض وعارفين نتأقلم مع بعض. للأسف معظم المشاكل او لما بيحصل خلاف مع حد في نقاش معين او في موضوع معين، بيكون معظم يعني القاعدين او الطرفين بتوع الخلاف قافلين دماغهم على انه هو عايز يثبت ان رأيه هو او الرأي اللي انا بقوله هو ده بس الصح، وانت بتقول غلط، او يعني انت بتقولي غلط. مفيش كده. احنا مش لازم حد يقوم من القعدة دي خسران، او يعني انت صح وانا غلط. ممكن نكون احنا الاتنين صح جدا بس من وجهة نظر كل واحد. لان انا لما باجي اناقش موضوع او بفكر في حاجة، بفكر فيها من وجهة النظر الحاجة اللي تناسبني انا فكريا ودينيا ويعني وعاداتي وتقاليدي، الحاجات اللي مناسبة لشخصيتي انا، مش بالضرورة ان هي تكون مناسبة للشخص التاني. يعني هديكم مثال بسيط. انا دلوقتي لما بطلع اقول على منتج عجبني، جربته وعجبني، مش بالضرورة ان اللي انتي بقى بتستخدميه يبقى غلط وانا المنتج ده احسن منتج في العالم، لان لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. فطبيعي ان انا حاجة مناسبة ليا ممكن مش مناسبة لغيري، والعكس، او ان انتي الحاجة اللي بتستخدميها كويسة وانا كمان الحاجة بتاعتي كويسة. مش لازم نثبت ان انت صح وانا غلط، او يعني العكس. مش لازم حد غلط وحد صح، ممكن احنا الاتنين صح، او انا مرتاح لكذا. مش لازم افرض على حد حاجة. فندي مساحة ان احنا نسمع، ما نقفلش ودنا كده ونقفل مخنا على ان انا صح وعايز اثبت ان انا صح. انا اسمع وافكر في الكلام، وجهة النظر التانية دي يمكن ان انا اخد حاجة تفتح لي انا حتة تانية ما كنتش شايفاها. يمكن اغير وجهة نظري، اعدل حاجة، او ما اقتنعش خالص، اقول ايه ده ازاي كده، بس ازاي كده، من غير ما نخسر بقى بعض. خلاص والله دي وجهة نظرك، اوكي، ودي وجهة نظري. مش لازم حد يثبت لحد ان هو الاحسن او هو الاذكى او هو الصح، مش لازم. وشايفة انه برضو ضروري ان احنا نعلم ولادنا ثقافة الاختلاف دي. مش لازم لما ولادنا يجوا يقولوا لنا على حاجة عايزين يعملوها، لا 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 مفيش الكلام ده، انا ماما وانا عارفة الصح وانا بعلمك الصح. لازم اسمع، حتى لو انا هو طبيعي انا ماما وعارفة الصح، بس انا بعلمه. فمن ضمن اللي انا بعلمه له ان انا اعلمه ازاي ان احنا نختلف مع بعض، اسمع وجهة نظر، افهمه انا ليه بقول كده، علشان لو عملنا كذا هيحصل كذا، انت رأيك صح بس ممكن لو عملنا كده تحصل مشكلة، او يمكن يعني اقعد واتناقش معاه واخد ودي، نقوم نطلع جيل عنده ثقافة الاختلاف وازاي نختلف من غير ما نخسر بعض. لان انا دلوقتي بشوف حاجات، الناس بتبقى عشرة عمر وصحاب جدا او قرايب وبيخسروا بعض جدا بسبب خلاف سياسي، بسبب خلاف في الكورة، فريقين مين كسب ومين خسر، وخناقات وشتايم، حاجة صعبة جدا.
فانا شايفة نختلف بالراحة كده وبهدوء ومن غير ما يبقى فيه خسارة وشتايم وزعل. كل واحد عنده تفكيره وطريقته، نحترمها ونحترم آراء بعض وبس. دلوقتي بقى هستعرض معاكم الآراء بتاعتكم. دلوقتي هستعرض معاكم الآراء اللي جاتلي. وأول رأي جالي وأسعدني وشرفتني ونورتني الجميلة لارا ستايل من قناة لارا ستايل. عندها قناة على اليوتيوب اسمها لارا ستايل، قناة جميلة ومفيدة ومتنوعة. بحييكي يا لارا وربنا يوفقك ان شاء الله. لارا بتقولي ان الاختلاف ثقافة مش موجودة عندنا اصلا، ولاننا عنصريين لاقصى درجة، لدرجة اننا مش بنقول ده صراحة، لكننا عنصريين في الدين واللون والجنس. ولو قدرنا نتصالح مع نفسنا الاول ومع باقي المجتمع، فاكيد وقتها هنتقبل الاخر برغم اختلافه عننا. شكرا يا لارا، وطبعا عندك حق 100%، وربنا يوفقك. في دعاء من تونس بتقولي انا بظن ان السبب الرئيسي في اللي بيخلي الاختلاف سبب للصراع بين الناس احساس الانسان بالانانية، وانه ثقافته وانتمائه ودينه هو احسن شيء والباقي غلط، وبالتالي عدم قبول الاخر. واحنا لازم نتعلم ان الاختلاف ده فيه يعني تميز واداة ان احنا نستخدمها ان احنا نفيد ونطور من نفسنا. يعني ما ننظرش للاخر المختلف عننا ده نظرة دونية. لو كان بيحمل رؤى مختلفة عننا في الحياة، لو عنده رأي يعني تاني في الحياة، ما ننظرلوش نظرة دونية وانه هو غلط ونرفضه ونهاجمه. وان احنا لازم ما نبصش للانسان من ناحية من الاختلاف الديني او العرقي زي ما هي كاتبة يعني، ونبصله انه كجزء من الانسانية، ونعتبر في الوقت ذاته ان الاختلاف اللي بينا هو اللي بيضيف المعنى الحقيقي للحياة، علشان تبادل الخبرات والتعايش واحترام خصوصية كل واحد. شكرا يا دعاء، واهلا بيكي واهلا بكل اهل تونس. نرمين متابعتي الجميلة قوي، اهلا بيكي يا نرمين، وفرحانة ان انتي قلتي رأيك معايا. بتقول انا شايفة ان الاختلاف في مختلف امور حياتنا يعني بيفتح باب للنقاش الودي وصلة ربط بينا وتواصل. على العكس لو كنا كلنا بنفكر بنفس العقلية ما كانش هيكون في اي مواضيع تتفتح ولا في باب للحوار بينا. وده بيرجع لطبيعة الشخصية والتربية وقناعة كل واحد. في كل الحالات لازم يكون في احترام لرأي بعض، لان الرأي ممكن يحمل الصواب والخطأ. والمفروض ما نبقاش جامدين ومتعصبين لرأينا، عشان وخصوصا ان المستوى الفكري مختلف. ونحترم تفكير بعض بدون استخفاف او تقليل من تفكير الشخص مهما كان، لان ممكن يبقى حكمه على الموضوع حكم وقتي حسب طبيعة النفسية والمود، ولازم نراعي بعض. وبصفة عامة المرونة مطلوبة، وهي اللي بتسهل الدنيا وبتبسطها في التعامل. شكرا يا نرمين ونورتيني. في رقم من السعودية بتقولي الموضوع صعب جدا ومش عارفة ايه المفروض نعمله. انا طبيعتي هادية ومش برد. في ناس بتبقى صعبة كده بتنتقد كتير، او الناس اللي صوتهم عالي ما تعرفيش اصلا تاخدي وتدي معاهم، وغلبويين بمعنى اصح. انا بسكت ولكن ده بيضايقني، وبحس بعدها اني كان نفسي اقول رأيي. فبتقولي يا ريت تقولي لنا رأيك. يعني بصي، انا شايفة انه لازم تقولي رأيك وما تخليش حد يحجر على رأيك، وخليكي يعني واثقة ان انتي بتعبري عن رأيك. مش بقولك مش انتي صح ولا غلط، انا بعبر عن رأيي وده حقي.
ابقى متأكدة من ده. انا حقي ان انا اعبر عن رأيي وهقول رأيي، و مرة على مرة هتظبط معاكي وهتقدري ان انتي تقولي رأيك بكل سهولة يعني. وخلي بالك ان في ناس اصلا بتبقى الجدال معاهم اصلا ملوش لازمة ومضيعة للوقت، فلو انتي بتتكلمي على الناس دي يبقى ما تضيعيش وقتك معاهم وما تجادليهمش اصلا، وسيبيهم بآرائهم وربنا معاهم بقى. في منا من القاهرة بتقولي بالنسبة لموضوع الاختلاف بيكون على حاجات كتير سياسية رياضية وتصرفات الى اخره، لكن انتي مش مضطرة تبذلي مجهود عشان تقنعي اللي قدامك برأيك انه صح وهو اللي غلط. عادي نتناقش، ما نبقاش سلبيين برضو ونسكت، لكن نتناقش في الحدود. وكل واحد حر في الاخر. كبري دماغك وما تدوشيش نفسك باقناع حد برأيك. بس حابة اقولك من واقع تجربتي اللي مريت بيها ان الاختلاف لو كان بينك وبين شريك حياتك او اللي هيكون شريك حياتك مستقبليا، هنا لازم نقف ونفكر شوية. هل اختلافنا ده حاجات مهمة مش هنقدر نكمل لو احنا مختلفين كده، ولا حاجات عادية نقدر ان احنا نكمل بيها يعني. وهي حكيالي التجربة بتاعتها يعني، وطلبت مني ان انا اعمل فيديو او نناقش يعني موضوع عن جواز التقليدي او جواز الصالونات. وانا ان شاء الله قررت ان انا الاسبوع الجاي او يعني الموضوع اللي جاي على طول ان شاء الله هنتكلم في الموضوع بتاع جواز الصالونات. هتقولوا لي رايكم لو حد عنده تجربه حابب يحكيها، فده هيكون موضوع ان شاء الله. هي دي كانت الاراء اللي جت في موضوع ثقافه الاختلاف وازاي نختلف من غير ما نخسر بعض. بشكركم جدا على مشاركتكم، وعايزه اقول لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون الموضوع عن الجواز التقليدي او جواز الصالونات. قولوا لي رايكم. الموضوع ده بناء على طلب بنوته من البنات اللي بعتولي ارائهم، اللي هي منا من القاهره. طلبت مني ان انا اناقش الموضوع ده، فانا من عناية طبعا يا منا. هنتكلم في الموضوع ده. هتقولوا لي رايكم ايه في الجواز الصالونات او الجواز التقليدي اللي هو جواز صالونات معروف دلوقتي بجواز الصالونات. قولوا لي رايكم، ولو حد عنده تجربه حابب يحكيها يا ريت تقولوها لنا ونشارك الموضوع ده مع بعض علشان ان شاء الله الكل يستفاد وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ورقم الموبايل اللي هتبعتولي عليه واتساب هو 0122 242 6464. هسيب لكم الرقم في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. والموضوع اللي هنتكلم فيه ان شاء الله الاسبوع الجاي اللي هو جواز الصالونات. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني قريب. مع السلامة.